هذه شائعة جدا اليوم، والحقيقة أن المقصود منها هو جمع مال الناس، كما يحصل الآن مثلا في القنوات الفضائية، يقولون جائزة مسابقة ويضعون سؤالا يعرفه كل أحد، وقد يضعون الجواب أيضا، ولكن لا يشترك إلا برسالة خاصة أو باتصال خاص. فهذه الجوائز في الحقيقة إنما المقصود منها جمع مال الناس، وهذه الجوائز لا شك أنها محرمة وأنها حرام، ولا يجوز الاشتراك في المسابقة أصلا، ولا تحل الجائزة فرعا، يعني لا يجوز للإنسان أن يشترك أصلا. بعض الناس يقول طيب أنا ما أريد الجائزة، أريد أن أشترك، أريد أن أجرب فقط حظي، هل أنال الجائزة أو لا أنال الجائزة، ولا أنا لن أخذ الجائزة. نقول لا يجوز الاشتراك أصلا، لأن هذا الفعل محرم، ثم لا تحل هذه الجائزة فرعا. لماذا؟ لأن هذه الجائزة هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله عز وجل، وهو من عمل الشيطان، لأن الإنسان يدفع القليل رجاء الحصول على الكثير مخاطرة، إما غانم وإما خاسر. والذين يقومون بالميسر أو يقومون بهذه المسابقات يريدون جمع المال، فيحصلون على الكثير من المال يفوق كثيرا ما يبذلونه من الجوائز، وهذه حقيقة الميسر. ما حقيقة الميسر؟ حقيقة الميسر أن الذين يقومون على الميسر يريدون جمع أموال الناس، والناس الذين يدخلون في ألعاب الميسر يريدون الحصول على المبلغ الكبير الذي يكون في هذا الميسر. فهذه الجوائز هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى.